الجولة 11 من الدوري الجزائري موعدها والمباريات المتلفزة منها. شاهدوا الفيديو لتتعرفوا على ذلك. نبدأ بأول مباراة بين أولمبي شليف واتحاد خنشلة بملعب حمام عمار بمدينة خنشلة يوم الجمعة 22 من ديسمبر على الساعة 3:15. المباراة الثانية بين نادي باردو الذي يستقبل شبيبة الساورة بملعب الدار البيضاء يوم الجمعة 22 من ديسمبر على الساعة 3:15. أما المباراة الثالثة من الجولة 11 بين شبيبة القبائل الذي يستقبل مولودية البيض بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو يوم الجمعة 22 من ديسمبر، تبدأ المباراة على الساعة 6. رابع مباراة من الجولة 11 بين اتحاد بسكرة ونجم بن عكنون يوم الجمعة 22 من ديسمبر، تلعب على أرضية ميدان 18 من فيفري بمدينة بسكرة، وتبدأ المباراة على الساعة 7. وننتقل إلى المباراة الخامسة من الجولة 11 بين وفاق سطيف الذي يستقبل مولودية وهران بملعب 8 ماي 45 بمدينة سطيف يوم السبت 23 من ديسمبر على الساعة 4:45. وأما المباراة السادسة من الجولة 11 بين نجم مقرة واتحاد وادي السوف، تلعب يوم السبت 23 من ديسمبر على ملعب مقرة بداية من الساعة 3. وننتقل إلى المباراة السابعة من الجولة 11 التي تجمع بين شباب الوزداد وشباب قسنطينة بملعب 5 جويلية بالعاصمة يوم السبت 23 من ديسمبر، وبداية المباراة ستكون على الساعة 6. أما المباراة الثامنة والأخيرة من الجولة 11 هي ديربي العاصمة بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر يوم الاثنين 25 من ديسمبر، سيكون بملعب 5 جويلية بالعاصمة على الساعة 6. وأما فيما يخص المباريات المتلفزة عن هذه الجولة 11 فنبدأ بأول مباراة هي شبيبة القبائل ومولودية البيض. ستكون المباراة منقولة على القناة 6 القناة الشبابية. أما المباراة الثانية المتلفزة هي مباراة وفاق سطيف ضد مولودية وهران. ستكون المباراة منقولة على القناة 4 الناطقة بالأمازيغية والقناة الأرضية. وأما ثالث مباراة متلفزة عن هذه الجولة 11 هي مباراة شباب الوزداد ضد شباب قسنطينة. ستكون المباراة منقولة على القناة الشبابية. أما المباراة الرابعة والأخيرة المنقولة هي ديربي العاصمة بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر. ستكون المباراة منقولة على القناة الشبابية الجزائرية. هذا هو الجدول والمباريات المتلفزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة.